السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ انا بلبس اهو عشان انزل اصور الفلوج ده. اصور لكم الاول هروح على البنك اجيب فلوس، وبعد كده اصور لكم في بيبقى البنك منزل عروض على البيوت او الشقق اللي عايز يشتريها عن طريق كارد وكده. هوريكم الاسعار هناك، وبعد كده الواحد عايز ياكل النهارده من بره البيت، فهروح اجيب يعتبر الاكله الشعبيه في المانيا، او بمعنى اصح يعني ان الاكله السريعه، يعني انا بحبها جدا، ودي اول اكله اكلتها في المانيا اول يوم جيت فيه. فالبس الجاكيت عشان الدنيا ساقعه. انا وصلت لشتاتا ونزلت ورايح على البنك. بصوا الدنيا ورا البلد بتبقى اما بيكون الدنيا فيها شوية سقعة شوية، الناس بتبقى خارجة للضروريات بس، فالناس ما بتبقاش فاهمين اللي هم خارجين يتمشوا في الشارع، الدنيا ساقعة اصلا، لا بيخرجوا يخشوا ياكلوا في مكان او يقعدوا في مكان، لكن في الشارع كده يبقى غصب رايحين يجيبوا طلبات او كده ومروحين. الدنيا ورانا ادي الشتات، وهنا ده محل الحاجات اللي الواحد عايز يخش يجيبه زي سوبر ماركت يعني. انا دلوقتي داخل على البنك اهو وهسحب فلوس. خليكوا هنا بقى لغايه ما اسحب فلوس واجيلكوا. حد عايز فلوس يا جدعان؟ متخافوش يعني. بصوا بقى يا جماعه، هنا هوريكم. هنا بيبقى دي كلها عروض للبيوت. مثلا هوريكم حاجه. هنا البيت ده شايفينه اهو. البيت ده ب 300,000 يورو. ب 300,000 يورو. مساحته بتبقى في حدود 2000 متر، وليه الجاردن بتاعته بتبقى هو بيبقى البيت معمول على 200 او 300 متر، والباقي كله بيبقى زي جاردن كده، بتبقى زي جنينه. والبيت اللي تحت ده اكيد شايفين في الصور ولا مش شايفين؟ استنوا اهو. البيت ده برضه ب 300,000 يورو، عبارة عن 1900 متر. المبني عليه في حدود 300 متر، والباقي برضه زي جنينة بيبقى ممكن تزرع فيها اللي انت عايزه. نظام بقى الدفع هنا ازاي في البنوك؟ اول حاجة انت لازم يكون عندك شغل ثابت. استنوا بنعدي الطريق. انت لازم يكون عندك شغل ثابت، اللي هو شغل عقد دايم في الشغل، عشان يدوك الكارد او يدوك البيت. وهم بيقسطوا لك على حسب مزاجك يعني، بس ممكن توصل ل 30 سنة 35 سنة 25 سنة 10 سنين على حسب مرتباتك والحاجات دي كلها. استنى انا رايح دلوقتي اجيب رايح اجيب الاكل، فنشوف الراجل هيرضى يصور ولا. لو رضي هصور لكم، مرضيش انا هصور لكم الساندوتش كله جوه وانا في البيت. ثواني. وافق اللي احنا نصور له. بصوا اهو. خليها كده. لا اهو انا ماسكها. Ein Döner Teller. Magst du Salat, alles drauf? Alles oder Zwiebel ohne Schaf. Und Zwiebeln ohne Schaf. دي الحاجات السلطة اللي جوه.
ودي الحاجة اللي احنا بنقطع منها، دي زي الشاورما في مصر. بس احنا عندنا في مصر بيبقى ده مش دونر بقى، بيبقى شاورما. هي دونر. اللي في مصر بتبقى شاورما. مصر. فهو نفس الاكل تقريبا، بس هنا هي دونر. يا جماعة بصوا، هو هنا هيبدأ يظبطها. استنى. فيها مشكلة ليك ولا عادي؟ ما في مشكلة. شكلك انت كمان هتعمل قناة. Ja. Eiersoße mit Hack. Cocktail, Alles. Knoblauch und scharf. Nee, scharf nicht. Scharf nicht. يعني Cocktail وكنوبلاوخ. Beide, ja? هو ده ده الاكل يا جماعه. دلوقتي جبنا الاكل وهنروح نشوفه ونظبطه. بصوا بقى يا جماعه، الدونه اللي انا قلت لكم عليها دي هي عباره عن ايه؟ عن لحمه او فراخ، طبعا حلال. انتوا شايفين انا كنت، هو لبناني اللي انا كنت بجيب منه. فدي اصلا اكله تركي، بس هنا كله بدأ ياخدها، وهي اكله يعتبر 3/4 الناس بتاكلها حاجه في السريع. ممكن تجيبها في سندوتشات، او ممكن تجيبها في زي ما انا جبتها في اطباق ببطاطس او برز. تمام. والاكله دي بتبقى تكلفتها لو في سندوتش ممكن تكلفتها بتبقى 3 يورو او 3 يورو ونص، لكن لو في طبق بتبقى تكلفتها في حدود 5 أو 6 يورو. تمام. بصوا دي محلات طبعا بقى والحاجات اللي انتوا شايفينها. بس انا ما رضيتش اطول في الحاجات دي، وفي الفيديو ده مش هيبقى طويل، قلت اوريكم بس الحاجات دي، وبعد كده نظبط بقيه الدنيا واقول لكم اعمل لكم حاجه تانية بس في مدينه تانية. وكنت عايز اقول لكم ايه، نرجع تاني لموضوع الشقق او البيوت في المانيا. الشقق او البيوت في المانيا بتبقى نظامها ايه؟ انت طبعا بتروح للبنك عايز تشتري شقه او بيت معين، سواء البنك عرضه او انت جبته من على الانترنت. البنك مثلا تكلفته 50,000. البيت مثلا في شقق ب50,000 وانت طالع. انت ممكن تروح للبنك تقول له انا عايز اشتري البيت ده او الشقه دي. البنك طبعا بيقول لك ايه في الاول؟ بيقول لك اللي انت تظبط يقول لك اللي هو عايز يبقى عايز ورق شغلك، ويكون الشغل ده ثابت، ان انت تكون مخلص مثلا مثبت فيه ومدين لك عقد دايم فيه. وبعد كده بتروح للبنك، وبعد ما تخلص موضوع البنك وتدي له ورق الشغل وكل حاجه، هو بيرتب لك. مثلا انت بتاخد 2000 يورو، فبيقول لك ان مثلا مرتبك البنك مثلا انت بتاكل وتشرب مثلا ب 500 يورو او 300 يورو او 400 يورو زي ما هم هيحسبوها لك في البنك. وبعد كده هو بياخد منك مثلا 500 600 يورو برضو القسط، او ممكن انت تقلل النسبه او تعليها على حسب عدد السنين اللي انت عايزها. وبعد كده يحسب لك بقى عدد المده وكده، وبيسيب لك فلوس اللي انت تصرف منها. يعني البنك مثلا ما بيستغلكش ويقول لك كذا كذا ولازم اخد منك كذا، والنسبه بتاعه القرض ما بتبقاش نسبه عاليه مقارنه بالدول او البلاد العربيه عندنا. ممكن تبقى بنسبه 5% 4%، في ساعات بتبقى 1.5% على حسب. ولو عايز برضو عربيه ممكن تجيبها عن طريق البنك. اي حاجه هنا طول ما انت شغال شغل ومعاك عقد دايم ممكن تجيب اي حاجه عن طريق البنك. فعشان كده هنا في المانيا اللي معاه شغل او عقد دايم بتبقى حاجه بالنسبه له حاجه جامده جدا. يعني من الاخر يعتبر شغل حكومه، عارف اللي هو محدش يقدر يمشيه الا لو سرق، لو ضرب حد، لو عمل حاجه كبيره يعني. لكن منه لنفسه كده ما يعرفش يمشيه من الشغل. دي اول حاجه. بس فدي الموضوع بتاع البيوت والشقق. تاني موضوع بتاع الاكل ده بيبقى حلال، او هم بيقولوا حلال بس انا بيبقى كلامهم صح يعني. والاكله دي اصلا اصل الاكله اكله تركي، بس هنا الاتراك جم نشروها في المانيا
فاي حد بقى عايز يفتح محل، ممكن بقى عربي تركي الماني حتى اي حد بقى يحاول يفتحها، عشان الاكله دي ماشيه جدا في المانيا. اغلب الناس لما بتبقى عايزه تاكل اكل سريع، لا بتجيب بيتزا سريعه كده، او بتجيب الحاجات دي الدونه. الجو ساقع جدا، الواحد مش عارف يتكلم ازاي. ما كنتش عايز انزل، الساعه اصلا دلوقتي الساعه 4 الا ربع تقريبا، وعايز اخلص واطلع بسرعه عشان اتفرج على الماتش بتاع محمد صلاح، وبعد كده اعمل لكم اللايف. النهارده السبت، انا هعمل لايف بالليل وكتبت على الجروب، وبعد كده اتفرج على ماتش الاهلي. في الغالب الفلوج ده هينزل بكره ان شاء الله يوم الاحد. بس وانا بكلمكم دلوقتي السبت، والماتش هيجي كمان شويه وبتاع. ده في مكان الشارع اللي انا ساكن فيه. ورق الشجر لما بيبقى ما فيه الشجر كده عريان من غير ورق، بيبقى كآبة والدنيا زي كده يعني الخرا. فيلا، وهبدأ اعمل لكم فلوجات جديد طول ما فيش مطر. الطبيعي اللي كان المطر اصلا مغرق الدنيا، وبقاله مثلا نص ساعة الا ربع مبطل، فالفلوجات حتى مش هتطلع بامكانيات حلوة او فيها اديتنج كتير او الحاجات دي كلها، عشان الواحد مش عارف يروح اماكن كتير، او مش عارف يروح يغير في كذا مدينة او يغير في كذا مكان، عشان الجو محدش ضامنه يعني. بس وعد يعني ان شاء الله شهر 1 و2 دول يعدي، والمطر يبدأ يخف، والدنيا هتتظبط. ولو في يوم من الايام لقيت في شمس خادعة، الشمس ما بتبقاش حقيقية، بتبقى الدنيا منورة بس درجة الحرارة ممكن بتبقى تحت الصفر يعني. بس المهم ما بقاش في مطر، هصوره لكم لما التلج ينزل، دي حاجة اكيدة يعني. هعمل لكم فلوج في وسط التلج. يلا هطلع فوق افتح لكم الاكل واوريه لكم. انا وصلت البيت وعايز اغير، بس الاكل هيبرد، فقلت اوريه لكم واكمل. دي ده طماطم وخيار، ودي الزوسة، ودي البطاطس تحت هنا، ودي لحم. تمام، يلا بقى قولوا بالهنا والشفا. سلام.